السنسيتيف مش السنسيتيف انه نطرح نقطه من نوعيه، لكن في تقديرنا مهمه وهي جزء من الاعداد المهرجان، لان المهرجان في نهايه الامر مش هيئه وبرنامج وعروض وتنظيم، لا النقطه هذه هي تهيئه الفضاء، لانه مهرجان وكي مهرجان دي فضاء لاحتضان المهرجان اولا واساسا. إذا احنا من النقاط المطروحة في الندوة الثقافية هذه هي تهيئة الفضاء، ولاحقا احنا كهيئة مهرجان فكرنا أن الندوة الثقافية تكون في بلدية تونس، بلدية حرب الرياض عفوا، لأنه تكون مريحة أكثر. وأعدنا التفكير لما لا أن تكون الندوة الثقافية في فضاء اللي هو مش يحتضن المهرجان، والأعداد للمهرجان وأعداد الفضاء هذيا يكون جزء من المهرجان وجزء من البرنامج. وخليني حتى الفضاء انتم ديجا تشوفوه انه في اطار الاعداد، ومن هنا ان شاء الله نهار الاربعاء باش يكون حاضر وقادر على احتضان كل العروض المسرحيه. البرنامج بشكل عام عندنا 18 يوم، عدد العروض 18 عرض، ثم 11 عرض مسرحي للكبار وزوز عروض للاطفال، 3 عروض كوريغرافي الرقص والكوريغرافيا، وزوز عروض موسيقيه. طبعا المهرجان هو مهرجان مسرح بخصوصيه مسرحيه، اذا التركيز على المسرح والعروض المسرحيه. العروض الكبار مش عارف، الاطفال طبعا الطفل لازم انه يكون حاضر في الدورات نتاع المهرجان ككل الدورات. طبعا انفتاحنا على العروض الرقص والكوريغرافيا هو في اطار توجه كامل اللي احنا بعدين باش نحكيو عليه في النقطه الثالثه اللي هي خصوصيه المهرجان افاقه واهدافه. علاش احنا برمجنا العروض اللي هي عروض الرقص والكوريغرافيا وماشيين ونقسم العروض الموسيقيه. بالنسبه للعروض ثم عرض الافتتاح اللي باش يكون عرض خاص بالدوره هذه الدوره 40 واللي هو من انتاج شركه الحافظ للانتاج الدرامي والتنشيط. هو سي حافظ صليب باش يحكي لنا على الافتتاح، لانه هو اللي اعد الافتتاح هذايا، ماهوش انتاج المهرجان، هو عرض خاص بالمهرجان، يعني ما نجموش نمشوا، احنا عرض خاص بالمهرجان فقط. ومشكور على المبادره هذه لانه فيها حقيقه كرم كبير، يعني اقول انه شركه تقبل انه تاخذ كشيء افتتاح وتتكفل بانتاج العرض هذا بقيمته الفنيه. اهم العروض اللي احنا في تقديرنا، كل العروض مهمه في الدوره هذه، ولكن فما عروض هي عندها اهميه ربما مش حتى في القيمه الفنيه ولكن في القيمه المعنويه، باعتبار اننا اشتغلنا على المسرح والقطاع العام اثناء شعار الدوره هو مسرح القطاع العام، اللي هذا باش نتعرضوا في النقطه الثانيه، لانه اختيارنا الاشتغال على مسرح القطاع العام ماهوش اختيار اعتبار، هو اختيار مدروس. اهم العروض اللي في الدوره هذه هي عروض انتاج مؤسسات القطاع العام. عندنا عرض المركز الوطني لفن العرايس، عرض السيد والعبد. مشكوره جدا السيده هاله مديره المركز لانها عاونتنا في ان يكون العرض هذا موجود في البرمجه. عندنا ايضا عرض فرقه مدينه تونس، فرقه مدينه تونس هي فرقه عريقه السنه احتفلت بالستينيات نتاعها، اول فرقه تقريبا تاسست في المسرح في تونس. فهذا من بين العروض المهمه باعتبارها انتاج مسرح وانتاج قطاع عام. فما زاد زوج عروض هما انتاج وثقافه. الثقافه مهمه جدا انه تنتج عروض هواة، ولكن في تقديرنا وبعد ما احنا في جلساتنا وحوارنا لنا ان ترتقي الى ان تكون في مهرجان مسرح المتوسط بحق ويكون في مستوى القيمه الفنيه والعراقه التاريخيه للمهرجان هذه. وبرمجنا زوج عروض من المؤسسات الثقافيه، ذات ثقافه حق
طبعا احنا نعرفوه نص لكاتب كبير، نص عبد الله الرلوس، طبعا ماهوش مستحق شهادتي. اخراج الاستاذ مسرح اللي هو كاتب عام المهرجان. ايضا طبيب رقم انفه هو انتاج دار الثقافه الكرم الغربي. مهم جدا ان نفتحوا على دار الثقافه وعلى المؤسسه الثقافيه وتكون حاضره في المهرجان. طبعا حاضره في المهرجان بخطه فنيه ايضا، مش فقط اختيارنا احنا او هو مش المساله مش اختيار ذاتي، هي اختيار موضوعي. اخراج سنور الدين العيال. سنور الدين العيال هو فنان وممثل معروف. ثم عروض اخرى، طبعا عروض مهمه بعدين زي عام المهرجان اللي قررنا البرنامج بكل التفاصيل. طبعا هذا فيما يخص البرنامج بشكل عام. الافتتاح باش نخلي الصحافه هو اللي يحكي على الافتتاح. النقطه الثانيه في الندوه هذه هي اختيارنا للموضوع الاشتغال على مسرح القطاع العام. علاش احنا في الدوره 40 اخترنا ان نشتغلوا على مسرح القطاع العام، يعني مسرح انتاج المؤسسات الثقافيه اللي هي مؤسسات قطاع عام. الحقيقه لعديد النقاط اهمها انه في تقديرنا المسرح مؤسسات القطاع العام هي العمود الفقري للقطاع الثقافي في تونس. المسرح الوطني هو مؤسسه كبيره، مؤسسه تعتبر من اهم المؤسسات في القطاع الثقافي. ايضا مراكز فنون دراميه، وان كان مراكز فنون دراميه ماهيش حاضره معنا في البرمجه هذه. طبعا هذا يرجع الى عدة ظروف منها امكانيات المهرجان اللي ان شاء الله السيد يحضر وهو يقدم الوضعيه الماليه للمهرجان في كون احنا نعتمد على الجهه الماليه، ما عملناش سبونسورين. وهذا طبعا حكيت على تهيئه الفضاء. نرجع شويه وما حكيتش على الكرافه، لانه من بين المسائل المطروحه في تهيئه الفضاء هو انه ما عندناش الفضاء المعد للمهرجان من سنين اللي هو فضاء الكرافه. مراكز فنون دراميه ما كانتش حاضره. احنا كنا تقدمنا بمراسله وطلبنا الدعم من اداره المسرح. ما مكنتناش من عروض مراكز الفنون الدراميه اللي المفروض هي قطاع عام وانتاجات معناتها مهمه وضخمه باش تكون حاضره في مهرجان عنده 40 سنه من التاسيس ويشتغل على مسرح القطاع العام، خاصه مركز الفنون الدراميه الكاف. وحبينا يكون حاضر مركز الفنون الدراميه الكاف لانه اول دوره في المهرجان 75 كان اسسها فرقه مدينه الكاف، مش مركز الفنون الدراميه، ولكن هذا في اطار التواصل، لانه مركز الفنون الدراميه للكاف جاء بعد ما كان ثم تقاليد في الكاف اللي هي فرقه مدينه الكاف. ايضا كان بودنا ان يكون عرض على النظام مركز الفنون الدراميه نفسه حاضر، باعتبار انه فما بعد معنوي في المساله، مش بعد معنوي تاريخي، انه على النظام تشنق في الكرافه، وهذه مهم كقيمه تاريخيه، ماهوش مش في المعنى في البعد السياسي بتاعه، لكن في البعد الثقافي الفني التاريخي. كان مهم ان يكون عرض عليه النظام حاضر في المهرجان هذه. ما تمكنناش ان نكونوا حاضرين، ولكن ثم عروض تحقيق عروض في تقديرنا وفي اجتهادنا في ان ننتقي العروض ما هو موجود في الساحه المسرحيه. كانت عروض نعتبرها عروض مهمه واختيار مدروس من طرف هيئه اللي هي اساسا معنيه بالشان الثقافي، والهيئه في حد ذاتها من الساحه الثقافيه مش احكينا على الاسباب علاش رفض مشاركه. احنا بعدين نعطيكم الكلمه ونجاوبوا على كل الاسئله اللي مطروحه. هذا فيما يخص البرنامج، ونعاود نرجعوا بعد شويه مع سياده العام المهرجان. النقطه الثالثه اللي هي خصوصيه المهرجان، يعني الخصوصيه هذه الاهداف والافكار بتاعها، لانه 40 سنه من عمر المهرجان هل هي نقطه كافيه وسبب كافي انه يتواصل المهرجان هذا بخصوصيته، ام هناك اسباب اخرى ربما ما تذكرش او ربما عندها
40 سنة من عمل المهرجان. النقاط اللي تناقشوها اللي المسرح والتقاليد المسرحية في الضاحية الشمالية، تقاليد مهمة. ثم عديد المسرحيين، عديد المثقفين والمهتمين بالشأن المسرحي في الضاحية الشمالية. ثم بلدية حمص كانت تأسست فيها 72 جمعية مسرح البحر الأبيض المتوسط بحمص. يعني ذاكرة المدينة وذاكرة الضاحية الشمالية هي مشبعة بالعمل المسرحي، مشبعة بالفنون الروحية. وهذه نقطة من النقاط الأساسية في تقديرنا على أن تتواصل الخصوصية هذه. فما ناس وأسست في تقديرنا على أسس صحيحة، فإحنا واصلنا الخصوصية هذه. أيضا مهرجان حمص على بعد أمتار من مهرجان كرتاج. مهرجان كرتاج هو مهرجان بتنوع، يعني الموسيقي المسرحي السينمائي ولكن مهرجان حمص بالخصوصية. يعني هذه نقطة من النقاط الأخرى اللي تخلينا احنا نحافظ على الخصوصية هذه ونفكر في الآفاق. أيضا المهرجان اللي ما عندوش خصوصية، اللي ما يركزش على خصوصية مدروسة وعندها أرضية في الجهة، أعتقد أنه مهما كانت دورات عريقة تاريخيا ينجم ديما يعيش نوع من الارتباك، وينجم حتى يجي نهار والمهرجان هذا يقف. ولكن بالنسبة لمهرجان حمص أعتقد أنه تاريخيا مدروس. احنا فكرنا في التاريخ هذا المسرحي وافاقه هو انه نشتغل على انه يتواصل المهرجان هذا. لحد الان احنا ما نعرفوش المهرجان هذا محلي، جهوي، دولي، متوسطي. احنا المهرجانات في تونس ما فماش هيكله بتاع المهرجانات اللي خليك انت تصنف المهرجان هذا في اطاره اللي خاص به. ولذا وخاصه في اطار اعاده هيكله المهرجانات، هذه من النقاط اللي احنا فكرنا فيها وندافعوا على مهرجاننا وعلى خصوصيته باش يتواصل ويتصنف في اطار المهرجانات الدوليه المتوسطيه بخصوصيته المسرحيه. هذا فيما يخص الاهداف والافاق اللي احنا راسمينها للمهرجان. هذوما او الاربع نقاط اللي احنا حكينا فيها. ونخلي الكلمه للسيد كاتب عام المهرجان يحكي لنا عن المهرجان في تفاصيل وفي تراوح بينه وبيني في توضيح اكثر، ثم نرجع لعرض الافتتاح. صديق أمريكي يعني ميلك لنان عاوني برشا الموسيقى هذه عنده. صبينا النص بصوت عمر شيكي فنان كبير يعني في هوليوود. بالنسبة لي أنا شانس يعني هدية كبيرة يعني صداقة منها مع معاملات احترافية. فأظن عندك
باش ان شاء الله نسمعوا موسيقى يعني عالميه، الموسيقى في الاساس يعني ونقولها من توا يعني قوه العرض في الموسيقى. فالعمل كله يعتمد مشهديات على الموسيقى، يعني العرض حكايه قرأت من البدايه للنهايه مده ساعه، نحاول باش نحكيو هالحكايه هالخرافه بالاعتماد على الحركه الجسديه اللي هي فيها الرقص الشرقي، اللي فيها الرقص التونسي، اللي فيها الرقص المعاصر. يعني حاولنا باش زاد اللغه ما صعبناهاش، يعني دخلنا في اللغه الجسديه السهله باش الناس يفهموا، الناس على البحر وعلى الرمل، باش ما ندخلوش في متاهه تفكيك الشفره، خلينا في الجماليه. مشكوره تصميم خاص بالعرض الملابس، مشكوره جليله عماد، جليله مداني جليله مداني هي اللي معانا في هذا الحد، يعني مش بالسهل يعني. فان شاء الله ننجحوا في هذه التجربه ويكون ليله سهر في افتتاح مهرجان حق الرياضي على العالم. اخر نقطه، نشكر برشا المهرجان ونشكر برشا مديرة المهرجان على تحديها وعلى اهتمامها بلغه الكوريغرافيا. يعني حتى في البرنامج اللي شفنا هم 4 على 5، انا ميداني لغه الكوريغرافيا وندافع فيه سنوات، ماهوش ناخذ حق لغه، لكن هي لغه برشا جميله، برشا الشعب التونسي يحبها، يعني الرقص بصفه عامه مطلوبه. تعب الشعب بالكلام، فخلي الجسد يحكي شويه، خلي نمتعوا بالجماليات، جماليات اخرى، تنفس اخر. هذا مع هو الحقيقه